السلام عليكم. اليوم جبت لكم طبق ترند تاع رمضان 2026. طبق صحي راقي وطعمه في القمة. صدقوني حاجة بنينة بزاف وكل عائلة راح تحبها. نبداو مع الطريقة خطوة بخطوة. اولا قطعت البطاطا مربعات صغار، زدت عليها ملح، فلفل اسود، كمون، فلفل احمر، وطبعا كل واحد يقدر يضيف التوابل اللي يحبها حسب الذوق. بعد ما امتزجت البطاطا مع المكونات، زدت حوالي 3 معالق كبار زيت الزيتون، خلطت مليح حتى تغطى كل قطعة. فرشت البطاطا في صينية الفرن ووضعتها في الفرن على نار متوسطة حتى تطيب. راح تتحصلوا على بطاطا لذيذة وفي نفس الوقت صحية. درك نمرو لخليط الكويرات. في وعاء حطيت نص صدر دجاج مرحي، صفار بيضة، ملعقة صغيرة خردل، ثوم، ملح، فلفل أسود، كركم، فلفل أحمر، وراس الحانوت اللي هي 7 بهارات. زدت عليهم نص بصلة مرحية، معدنوس مقطع، وزدت حوالي 3 معالق كبار خبز مطحون اللي هي شابلوه. خلطت كامل المكونات مليح وشوفوا القوام، اذا كان طري زيدوا شويه خبز مطحون. نبدا نشكل كويرات صغيره ونعاون نفسي بشويه زيت لما تلصق في اليد. نقلي الكويرات في زيت سخون على نار قويه شويه. نقليهم حتى يتحمروا ويطلعوا لون ذهبي ونخليهم على جنب. في نفس المقلاة نحضر صوص الزيتون. نقلي بصلة مقطعة مع قطعة دجاج للبنة، زدت عليه ثوم وخردل. كل ما نزيد مكون نقلي مليح على نار هادية باش يجي الطعم بنين. زدت كمية من الزيتون وكمية من الفطر، ورقة رند، وتبلت بنفس توابل الكويرات: ملح، فلفل أسود، كركم، راس الحانوت، وفلفل أحمر. نخليهم يتقلوا مليح، وبعدها زدت ملعقة فرينة باش يجي الصوص خاطر ومتماسك. نمرق شوية بماء سخون. بعد غلية زوج نرجع الكويرات للصوص ونخليهم يطيبوا شوية ويتشربوا النكهة.
وفي الأخير زدت شوية كريمة طبخ وخليت الطعم يطلع غني ولذيذ. في وعاء آخر حضرت خليط البطاطا، حطيت 5 بيض، زدت عليه بياض المتبقي من قبل، معدنوس، ملح، شوية كريمة طبخ أو حليب حسب الرغبة. ما زدت توابل هنا لأن البطاطا أصلا متبلة، وإذا البطاطا قليتها عادي زيد هنا توابل اللي درتها للبطاطا. خلطت كامل المكونات وزدت ملعقة خبز مطحون يعني الشابلور اختياري ونضيف البطاطا. إذا شفتوا الخليط ثقيل زيدوا بيضة باش يجي القوام متماسك. هنا نبدا نركب في الطبق تاعي. حضرت المول تاع الفرن، فرشت ورق الزبدة ودهنته بزيت او مارغرين نفس الشيء. سكبت تقريبا نصف خليط البطاطا، وضعت كوارث دجاج حول المول، وفي الوسط حطيت جبن مبشور. إذا حبيتوا تديروا جبن مربعات عادي. كملت باقي خليط البطاطا فوق الكويرات ودخلتها للفرن حوالي 30-40 دقيقة حتى يطيب البيض وتندمج كل المكونات. وها هو الطبق طاب. وهذا هو الشكل النهائي، طبق فخم راقي وطعمه خرافي. شوفوا اللون، القوام والريحة. طبق خفيف مشبع وبنين بزاف. زينته بشوية فطر وسكبت عليه صوص الزيتون. الله يبارك، تاكلوا وتوكلوا، يكفي لعائلة كبيرة وبزيادة. جربوها وردوا لي الخبر في التعليقات. حفظوها رمضان راح تسحقوها. ما تنسوش لايك وسبسكرايب. سلام.